قال الرسول عن أهل اليمن أنهم يعني أهل الحكمة، لأن أهل الجبال لا يمكن أن يخطو خطوة حتى يحسبها، لأنه لو لم يحسبها لسقط. أما الذي يعيش في الأرض الفسيحة لأنه يرى الأشياء من آلة، يعني يراها من علو. لا، إنما أنت تمشي على أرض لا تدري ما تطأ عليه، حجر قد يوصلك إلى القاع، لذلك تتحرك بحكمة ووعي. لذلك نشأت الحكمة عند أهل اليمن لأنهم يصعدون الجبال. أما أهل الصحاري فهو يمشي مغمض العينين، أرض مستوية لا يخاف الوقوع ولا السقوط، لذلك تغيب عنه الحكمة. لذلك دائما سكان الجبال هم أكثر تشددا وتوقعا وتحسبا لما يحصل. لماذا؟ لأن الجبل علمهم الخبرة، إن لم ترعوي وتنتبه ستسقط، لكن الصحراء لن أسقط.